السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي اللي طلبوا مني تحلية باردة من غير ما يشغلوا فرن عشان الجو حر، وفي نفس الوقت عايزين اي حاجة سريعة كده ترطب. هتجيبي 3 كوبايات من الحليب وتحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا. كل ده والحليب بارد. ممكن تستخدمي بقى حليب بقري، وممكن تستخدمي حليب مبستر براحتك. المهم 3 كوبايات معيار الصينية بتاعتي النهاردة. وهضيف كمان معلقتين من الكاكاو الخام ممسوحين، وشوية من الفانيليا البودرة، حوالي ربع معلقة من الفانيليا. وهقلب كل المكونات دي على البارد. التحلية دي حلوة جدا جدا ومرطبة جدا على القلب، وسهلة وبسيطة واقتصادية وممكن تشتغلي بيها بأي خامات عندك. هقلبه من الأول على البارد عشان أفك كل حاجة. مهم جدا إن احنا نحط معلقتين دقيق ومعلقتين نشا عشان الخليط لما يجمد في التلاجة ما يشققش معانا. ده فايدة الدقيق، وبيديله كده قوام كريمي رهيب. دلوقتي هضيف معلقه من السمنه البلدي، ممكن تحطي طبعا مكعب زبده، ممكن ما تحطيش حاجه خالص. دي اضافات ممكن تحطيها وممكن لا. هقلبهم برضو، بيدي طعم وريحه حلوه قوي، وبتدي برضو قوام كريمي يجنن. دي بوله فيها حوالي نص كوبايه لبن، بس عشان البوله لونها ابيض فعشان كده الحليب مش باين. بس دلوقتي اول ما هزود النسكافيه هيبان. حطيت كيس من النسكافيه البلاك وهقلبه مع بعض. ممكن تحطي برضو معلقة سكر وممكن ما تحطيش، بس انا طبعا عشان هستخدم بسكوت فانا مش هحط سكر. هقلب بس النسكافيه البلاك، وهجيب بقى الخليط اللي انا عملته بتاع المهلبية او الكريمة والنسكافيه وشوية بسكوت فيري حلوين كده. طبعا حبيب الملايين. ممكن تستخدمي بسكوت اللي انتي عايزاه، اي بسكوت يعجبك، بس ده طبعا اسهل حاجة ممكن نجيبها ونشتغل بيها الفيري. هفك بقى كل البسكوت، هعمل الصينيه بتاعتي تشتغلي بيها زي ما انت عايزه، مربعه مدوره زي ما انت عايزه. هقلب الخليط كل شويه عشان ما يعملش قشره. وهعمل بقى طبقه في القاعده بتاعه الصينيه من البسكوت. هبل البسكوته بسرعه بسرعه في خليط الحليب والنسكافيه. نص كوبايه الحليب والنسكافيه عملت معايا الصينيه وما فاتش منها يعني، مظبوطه. لو زاد معاكي شويه ممكن بعد كده تحطيه بقى ايه، تعملي منه كوبايه نسكافيه حلوه بعد كده. تزودي عليه بقى معلقه نسكافيه وما تهدري يعني ما بنرميش حاجه بمعنى اصح. وبعد كده خلاص بليت اول طبقه اهي من البسكوت. هاخد بقى شويه كده من الخليط الكريمه اللي احنا عملناها بالشوكولاته، وهحط طبقه مش تخينه قوي فوق البسكوت، وهسويها كده بدار المعلقه. وبعدين هاخد طبقه تانية من البسكوت هبلها برضو في النسكافيه والحليب، وهرصها فوق الكريمة اللي بالشوكولاتة طبقة تانية. الصينية دي عشان تبقى حلوة وتتقطع معاكي وتبقى حلوة وسمكها جميل، 4 5 طبقات. أقل من كده هتبقى رقيقة، وأكتر من كده هتبقى تخينة قوي، هتبقى عالية قوي عشان تعرف تتاكل ويبقى شكلها حلو وهي بتتخرط. عملت آخر طبقة من البسكوت، عملت 4 طبقات، وحطيت بقية الكريمة اللي بالشوكولاتة اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا ما حطيناش اي شوكولاته في الموضوع خالص، ولا حطينا كريم شانتيه ولا كريمه لباني ولا حاجه. المقادير كلها زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه، بس احنا بس هنعمل حاجه حلوه على قد مقدرتنا. دلوقتي بقى جبت ايه، واحده دنت. انا طبعا مستعجله بقى والجو حر ومش عايزين نعمل حاجات ومش عايزين نتكلف ولا نجيب شوكولاته ولا حاجه ولا نسيح ولا قادرين اصلا نقف قدام البوتاجاز. فدلوقتي هتجيبي يا ست الكل علبة شوكولاتة دانت أو علبتين، وتفرديها على وش الصينية بتاعتك، بس طبعا بعد ما الكريمة تشد وتعمل قشرة. ممكن تدخليها التلاجة لو مستعجلة، يعني دخليها التلاجة وبعدين افردي عليها بقى ايه علبتين كده شوكولاتة دانت. ويا سلام لما تسقع بقى كده وتخرطيها، حاجة كده بتطبطب كده على القلب وبترطب في عز الحر اللي احنا فيه. رهيبة جدا. ممكن طبعا تسيبيها كده بعد ما حطيت الشوكولاتة الدانت اللي بالشوكولاتة، وممكن تجيبي بقى زي ما انا عملت كده واحدة كراميل كده ندلع بيها الصينية شوية. هعمل بس شويه تزيين كده طبعا، وبقيت مش هاخد كل العلبه بقى، هاخد شويه كده صغيرين حوالي معلقه كبيره. هزين بيها الصينيه عشان يبقى شكلها حلو وتفتح النفس وهي بتتاكل، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي برضو. وبقيت علبه الكراميل طبعا ديت ايه من حظي ومن نصيبي. هعمل بقى اي شكل عليها، ده الشكل المعتاد بقى باي حاجه رفيعه، بخله، باي حاجه تعملي التشكيل ده. ما خدتش مننا 5 دقايق، صح ولا لا؟ كسلانين ومش عايزين نشغل الفرن، وعملنا الطنط بدل الشوكولاته، والكراميل كمان زينا بيه بسرعه بسرعه، وما كلفتناش الا حاجات بسيطه جدا. دخلتها التلاجة حوالي ساعتين 3. هي طبعا الصينيه دي ما بتتاكلش الا بارده خارجه من التلاجة.
تتاكلش بعد ما تتعمل على طول، لازم تدخليها التلاجة ساعتين 3 علشان تطلع معاكي كده. بصي الخرطة كده بخرطتها، وتتبسطي بقى وتقدميها لضيوفك وترطبي بقى على قلبك في عز الحر ده. وسهلة وسريعة وللمستعجلين، وفي نفس الوقت حلوة جدا جدا من غير ما تشغلي الفرن. يا رب تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم جدا وسهلة وموفرة ومش هتستغنوا عنها، هتعجب كل البيت صغير وكبير. ولو قدمت منها للضيوف كمان هتبقى مشرفة جدا. جربوها، الصيف محتاج الحاجات دي يا جماعة. سهلة جدا وسريعة. لو عجبك الفيديو اضغطي لايك عشان اعرف انه عجبك، واشتركي في القناة عشان اعمل لكم فيديوهات من النوعية دي كتير جدا. ونوريني وابقي من عائلتي الجميلة. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية بحفظ الله.